كان دايما بيعمل نفسه أبكم وأصم كل مرة يعمل مكالمة عشان يخبي هويته الحقيقية. كان بيستخدم جهاز كتابة مخصوص لضعاف السمع وبيكتب الرسالة فتتبعت كنص لشركة وسيطة. المشغل هناك يقرأ الكلام بصوت عالي للشخص اللي على الطرف الثاني. العملية كلها كانت مشفرة بالكامل ومحدش يقدر يتنصت عليها. وبالاعتماد على النظام الآمن ده توم قضى سنين بيساعد ناس تحت تهديد إنهم يتفاوضوا مع شركات عملاقة. مرة قبل كده أنقذ مهندس كانت شركته نفسها بتطارده واستخدم مستندات سرية مع المهندس كورقة ضغط عشان يجبر الشركة تسيبه في حاله، وفي نفس الوقت احتفظ بنسخة احتياطي في السر تحسبا لو الشركة رجعت في كلامها. المرة دي اللي طلبت المساعدة كانت عالمة في التكنولوجيا الحيوية اسمها سارة. شركتها طورت نوع قمح معدل وراثيا، لكنها اكتشفت إن أي حد ياكله ممكن يجيله حساسية شديدة وممكن يوصل لصدمة. بلغت الإدارة العليا بالمشكلة لكنهم طردوها في ساعتها. بعدها بوقت قصير بدأت تحس إنها متراقبة ومتتبعة. عربيتها اتحرقت في الشارع وما بقتش حتى تجرؤ تروح بيتها واضطرت تستخبى في فندق. كانت لحسن الحظ مصورة تقرير تقييم سلامة الغذاء قبل كده، وده كان الدليل الوحيد اللي يثبت إن القمح سام. في الأول راحت لمنظمة وساطة مستقلة لكنهم خافوا واعتذروا ودلوها بدل كده على توم راجع خلفيتها وتأكد إنها مش نصابة. بعدها كلمها تاني عن طريق خط التحويل وقال لها تجهز تليفون مجهول وإنها تكلمه أول ما كل حاجة تبقى جاهزة. الشركة سرعان ما فهمت إن في حد بيتدخل في الموضوع، راحوا لشركة التحويل وحاولوا يضغطوا عليهم عشان يسلموهم تفاصيل المكالمات، بس الشركة رفضت مستندة لقوانين حماية ذوي الإعاقة. وحتى لو كان في إذن تفتيش السلطات مش هتلاقي أي حاجة لأن الشركة أصلاً ما بتخزنش أي سجلات اتصال. بعد فترة قصيرة سارة تواصلت مع توم تاني من رقمها الجديد، قالت له إن الشركة هتتبع لشركة عملاقة الأسبوع الجاي ولو التقرير ده اتنشر الصفقة ممكن تقع، وده السبب اللي مخليهم عايزين يسيطروا عليها. ساعتها توم قرر إن وقت التحرك جه.